تعالوا بقى نكمل سلسلة حاجات العيد ونعمل النهاردة شوية قرص ومنين في الجون. تمام، المبصوصين الحلوين دول زي ايه الكحك، بس هما مش ناعمين قوي زي الكحك. معاكي زبدة بلدي، سمنة بلدي بس مش بزبدة. القرص والمنين ما بيتعملوش بزبدة. سمنة بلدي سيحيها وحطي عليها، اعملي خليط بينهم وبين نوع زيت يكون نظيف وحطيه. حطي عليهم روح الحليب. روح الحليب دي بتبقى خطيرة، بتخليلك حتى لو انت مش عاملة بسمنة بلدي بيبقى ريحة وطعم يعني حلو، ريحته زي ريحة السمنة البلدي. معاكي على الكيلو دقيق، الكمية اللي انا بعملها ملكيش دعوة بيها. الكيلو دقيق حطي عليه 3 معالق سكر كبار ومعلقة خميرة كبيرة ورشة الملح، حطيهم على الخليط ده. وعلى الكيلو دقيق معلقتين نشا ومعلقتين حليب بودر او كيس حليب بودر. تمام كده، يبقى النص كيلو سمنة على كيلو دقيق. وحطي معلقتين سمسم كبار. الكيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة، عليه معلقتين سمسم كبار، عليه معلقة الخميرة الفورية هتحطيها على 3 معالق سكر كبار على نص كوباية كبيرة مية. حطي بقى على الكيلو دقيق هياخد معاكي كوباية مية. ما تحطيش السمنة كلها في الأول، حطي سيبي شوية سمنة زي ما سبتهم كده، وابدأي حطيهم في آخر العجينة وانتي بتلمي بيهم العجينة، هيخلي الوش بتاعه أحمر وجميل. تمام، وكأنك ايه يعني السمنة بتبقى باينة فيه. ما تحطيش كل السمنة وشوية زيت من النوع النظيف، اوعي تحطي زيت التومين هنا. شوية زيت لفي بيهم في الآخر العجينة، بس يعني تعجنيش فيها كتير في الآخر. السمنة دي طالما حطيتي وبستيها مش بتبسي قوي زي الكحك اهي، شايفين بتتلم وما بتشققش نهائي. لو حطيتي المقادير مظبوطة، نص كيلو السمنة على كيلو الدقيق و3 معالق سكر هيدوها وش احمر. انا مش هحط اكتر من كده سكر عشان هعمل بعجوة. عايزة تعمليها بملبن ماشي. العجوة جبتها كانت ناشفة، حطيت ربع كوباية مية على الكيلو العجوة ورحت حطاه على النار هادية. خلاص بردت يعني سخنت، حطيت لها معلقة سمنة بلدي كبيرة. ابدأي قطعيها ولفي عليها العجوة. عايزة تقطعي العجوة تكوريها، تمام الطريقة اللي انت عايزاها اهي. دي القرص تمام كده. حطي حتة العجوة ولفيها كده في حتة العجينة، ما تكتريش، دي قرص مش كبيرة، دي قرص الصغننة اللي هي بتاعة العيد. طبعا احنا عارفين الحاجات دي في المحلات النظيفة تمنها عدى. تمام، دي حاجة انت عاملاها في البيت. والسمنة عندك سمنة بلدي حطي، ما عندكيش السمنة اللي انت تحبي تستعمليها. اهم حاجة تخلي المقادير مظبوطة. قطعي بقى المنين، ادي حتة عجينة كبيرة وافرديها كده وابدأي. عايزة تعملي منين، تمام هنعمله مع بعض. عايزة تعملي كعب غزال، هوريكي دلوقتي برضو طريقته. عايزة تعملي بصي الشكل اللي انت عايزة تعمليه، ابدأي قطعي وقفلي العجينة. تركة بقى مهمة، ما تبدأيش تفرديها في نفس الوقت. لو بجيتي فردتيها هتفتح معاكي من تحت. قفليها كويس وسيبيها وخدي غيرها. تمام، خدي غيرها، اعملي يعني 2 3 وخدي غيرها. انا هنا كنت سبتها شوية اهي وبدأت ابططها. قطعي بقى التقطيعة اللي تعجبك، مثلثات صوابع زي ما انت عايزة. انا جبت المقطع هيسرع معايا اكتر اهي، عشان برضو تبقى اوريها لكم. هيلف لكم الصينية اهي، هتبقى عشان قدام الكاميرا. قطعي الحجم اللي انت عايزاه، صغير كبير بتاعتك انت، ورصي. ده شكل من اشكال المنين. هوريكي برضو كذا حاجة لو عايزة، اللي هو المبروم اللي بيبقى فيه عجوة وملفوف هوريهولك برضو.
انت دي الاشكال تقدري تعملي فيها كذا شكل هوريهولك. قطعيها بقى، عايزه العجوه تبططيها بالنشابه بين كيسين تمام، عايزه تبططيها بما ان احنا ما بنحبش يعني ملناش في كعب الغزال قوي، افردي العجينه وابدأي افردي عليها العجوه كلها اهي، بتبقى رقيقه. ظبطيها زي ما انت عايزه براحتك، وابدأي لفيها بقى، لفيها كأنك بتلفي ايه صابع فينو كده، عجينة الفينو. وما بتيجي تلفيها لفيها وقطعيها، تقدري تقطعيها كده، عايزة تديها يعني تبطيطة كده على اساس ما تبقاش عالية قوي، ده كعب الغزال تمام. عايزة تسيبيها كده طبعا دي حاجة راجعالك اهي. انا هديها تبطيطة بسيطة، وهنا كنت تعبت بقى، قعدنا على الكرسي. طبعا حاجات العيد دي عايزة روقان، يعني انتي بعد السحور كده العيال نايمين، روقان، حاجات بمزاج، والطاقة بتاعتها لازم تكون المزاج كويس عشان تطلع الحاجة حلوة. بصي هيدوك شوية قراقيش وشوية، بس طبعا ناعمين، احنا القراقيش دي ناعمة، مش حاجات خشنة يعني ناشفة، لا حاجات العيد حاجات كلها نواعم. شايفين ده كعب الغزال، ده المنين العادي. هتيجي بقى بالمقطع بسكينة، ما عندكش المقطع ده سكينة، اعملي كده فتحتين صغيرين في البتاع دي، الصوابع اللي بنلاقيها في الفرن. احنا حطينا على عجينة، تقدري ما تحطيش سمسم، تقدري تعمليها سادة، منين سادة اللي بيحبوه سادة، عشاق المنين السادة. هنا بقى الصوابع اللي احنا بنروح نشتريها من الافران، الصوابع دي انا هحط لها سمسم، بس عشان احط لها سمسم هجيب معلقة عسل، هحط عليها معلقة مية، وبالفرشة كده هقلبهم كويس في بعض، وادهن الوش معلقتين مية اهي، معلقة مية صغيرة، وهحط اجيب الفرشة وادهن بقى الوش كويس بتاع الصاج. هو صاج واحد اللي عملته، لان احنا ملناش فيه اللي هو بيبقى ملفوف دوت في الفران، مش قوي، تقدري تعمليه كله بالطريقة اللي انت، اهم حاجة المقادير العجينة تظبطيها. واحط عليهم شوية سمسم، ارشهم على الوش كله، وهدخلهم الفرن حرارة 180 الرف الوسطاني، هياخد معاكي 10 دقايق ربع ساعة، هي بتاخد سوا. حطيه على الرف التحتاني على حسب النار بتاعت الفرن بتاعتك بيسوي الحاجة ايه، بس ما تفتحيش الشواية عليه. انتي لقيتيه من تحت استوى قوي وفاضل حاجة بسيطة يعني ممكن تفتحي الشواية. لو هو بيسوي حسب الفرن بتاعك بيسوي حلو خلاص اهو. شايفة طالعين شوية حاجات نواعم من بتوع العيد تحفة. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش لايك اشتراك متابعة، يعني شهيصيني كده الصفحة بتاعتي على الله حكايتي اهي. شايفين ناعمين وعجوة، تقدري تحطي ملبن، تقدري سادة، تقدري تحطي اي حشوة انت حباها اهي، قراقيش وقرص تحفة خطيرة. شايفين الجمال؟ من انجح الحاجات. نص كيلو السمنة على كيلو الدقيق، هتطلع معاكي شوية قراقيش شوية قرص للعيد خطير. كل سنة وانتوا طيبين.